قل للرياح تأتي كيفما شاءت. لقد بعنا السفينة. أحيانا نرسم أحلامنا برقة يفسدها الواقع بكل دقة. فخليها على ربي، كيما جات جات. كيما يقولوا ناس زمان، شكون قال الربح ربح والخسارة خسارة؟ شحال من خسارة ربح وشحال من ربح خسارة. فلرب أقداره خير إذا وقعت، وحتما لشر أكبر قد دفعت. السلام عليكم صديقاتي الغاليات، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وصحة وفرحة. توحشتكم ياسر ياسر. نتأسف على الغياب تاعي هذا اللي طول ياسر. الله غالب ظروف وحالة وفاة، وكنت رجعت لهولندا، ومن بعد صارت هذه حالة الوفاة تاع بنت خويا، الله يرحمها. وعلى بالكم ما نقدرش نرجع، وفي نفس الوقت أزمة نفسية كبيرة. وهذا الفيديو كان مخدوم سي ديجا، غير ما حطيتوش بركة، كان اخر يوم ليا في الجزائر. دونك شاركت معكم الروسيت تاع عسل زقوق، وراني درت كونتيتي كبيره تاع كيلو ونص بارشا، الله يبارك. دونك وهنا كي جربتو البنات بقاو يقولوا لي كيفاه الروسيت تاعو، قلت لهم راني مصورتها غير ما حطيتهاش. دونك وليت حطيتها درك. حكمت هذاك الزقوق نسوموه شي ربع مرات، ونحو منه الحجر، كونتيتي تاع حجر ماشي حجر برك. ومن بعد درته في الفور به نسهل على روحي، شيحته ومن بعد نقيته، ما كانش فيه الوسخ بزاف باسكو كاليتي تاعو ملاحه وبعد زدت درناه في الطاجين ولا في الكريبيات نحمصوه ليني حمار شويه من نحذرو لا يتحرق. ومن بعد رحيته في رحية القهوة، لأنه نورمالمون يترحى في الطاحونة ولا في بلاصة ترحيه بيان. أنا رحيته غير في رحية القهوة، وراي كونتيتي كبيرة، دونك الرحية صغيرة عذبتني. راكم تشوفوا غير البسينات الكبار. ومن بعد بقاو فيه الكعب، دونك عاودت رحيته في الطاس تاع الجي. هذاك الكيلو ونص محسوب استهلكت 4 لترات تاع ماء قد و600 غرام فرينة. 4 لترات وجدتهم، وبقيت نزيد بالطرف باه ما يروحليش الروبير تاع الخلطة قد. الحالة راهي مرونة داخلة بعضها، ليسونسيال في الروسيت. هذاك اللي في الساشي هذاك كله قشور يروحوا في لابوبيل. شي 400 غرام تسمى كيلو، شوفوا قدوه راح منه. هنا درت الفرينة 600 غرام، راني درت بريسك في الباسينات تاع الدار كلها، راني نخلط فيهم، ما خليت حتى حاجة ما مسختهاش. ومن بعد زدت رحت جبت الكوكوطة القديمة هذيك الكبيرة خلاص باش تهز لي هذيا 4 لترات تاع ماء. ومن بعد قلت لكم قعدت نصفي فيه نرحي ونصفي نرحي ونصفي، وفي الاخير زدت الفرينة في هذيك الخليط. كي بعد ما نحيت هذيك القشور كلها، وهنا درت له كي صاي يبدا يعقد نديرت له 500 غرام سكر. تما جني قد السكر، ما جاش حلو بزاف وما جاش ماسط. وهذه هي الروسيت سهله. وهنا شوفوا جبت لي كوب تاع الدار كل ليسونسيال، ما كاش حتى كوب ما جبتوش باسكو الولاد صغار ياسر والكبار، وكانوا خواتاتي ولادهم ولاد خيوتي. تما لازمتني فريمون كونتيتي كبيره، دارت لي هذوما لي كوب. وهذه الكمية تعمل يعني كمية ما شاء الله، تقدروا تعتمدوها حتى في المناسبات. وهنا كنت شاركت معكم العشاء، عشاء عائلي برك فيه خواتاتي، بنات خالاتي، بنت خالي. ان شاء الله ربي يديم علينا اللمة. وبخصوص هذا الهدرة، يعني حبيت نهدر في واحد الموضوع، انه كثرة قلة قطعان الرحم هذا، وقلة اللمات. وبكري كنا نتلموا ونتجمعوا وناكلوا ونرقدوا مع بعضانا وكل شيء فرحانين، وذركا رانا ولينا في واحد الزمان من كثرة المشكلات والخلافات والنزاعات بين الأقارب، ولا القريب يقطع في قريب والأخ يهجر في خوه. وصل الأمر أنه الابن ولا يقطع في أمه وبيه بلا سبب. والمشكلة وين أنه كي تجي تشوف تلقى أسباب تافهة ما عندها حتى معنى. يا هدرت فهمت بالغلط، يا واحد نقل كلام مقلب، يا كذبة كيكة واحد قالها يضحك في الناس تتغشش منها. وفي بعض الأحيان يطول هذا الهجران لسنوات ياسر، وتقطع فيه الأرحام والنفوس تتعبى بهذاك الشحن، ويتوارثوها الأبناء على أبائهم والصغير على الكبير، وتمضي بهم الحياة عاد في دروبها وما يلقوش البال
تغافلوا على الأمر هذا اللي توعد به الله سبحانه وتعالى بفاعله باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، كما قال عز وجل في قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا الأرحام أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، ما تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. اللي قتلنا في المجتمع هذا الغرور والتكبر، هو اللي زاد كبر فينا الحقد وكبر فينا هذه الحوايج. يعني نصيحة انه علموا ولادكم ما يكرهوش الفاميليا، ما يكرهوش خوالهم وخالاتهم ولموهم، وعلموهم الحب. وحاولوا حاولوا حاولوا على قد ما نقدروا، نحاولوا على قد ما نقدروا نتغاضوا على هذه الحوايج ونغمضوا عليها عينينا شوية. ويتحرى العبد، يتحرى من الهدرة، ويتحرى وما يتسرعش انه يقطع الرحم وربي ان شاء الله يهديه ويصلح احوالنا ويكبر عقولنا، لانه واحد كي يكبر عقله يولي يريزوني شوي الصح من الغلط، ويولي يلتمس العذر الاخيه. هنا وصلوني ماما وبابا للمطار، وكانت يعني شوية صعيبة النهار هذا، واحد الفراق حسيت بيه، حسيت قلبي يتنحى من جسمي حقيقة. اني ولفت، وبعد قعدت مدة 3 شهور ولفت بيهم وولفوا بيا. ما نحكي لكمش على ماما قد واه كانت متأثرة وبكيت. عم بالكم ما عنديش لا بابي مشوار لا والو، نمسح غير في الخمار راح يقطر. جتني واحد الشوك ليسونسيال، الحمد لله على كل حال. هذا مكتوب ربي، وهذا وش كتب لنا ربي. كنت وريت لكم القطة تاعي عشيري هذاك، وابني نموت عليه، وكنا مفرشين الفراش الرقدة الأسطورية. ان شاء الله ربي يديم اللمة، وان شاء الله يا ربي حناني يجمع كل المتفرقين ويلم شمل كل العائلات. خلي ترجع شوية الدنيا فيها البركة. راهي البركة راحت من الدنيا، صح؟ كي كثرة المشاكل هذه الدنيا راحت منها البركة. وهنا راني في الطيارة بعد خلعة أخرى أني ما لقيتش اسم الطيارة في الإكران، وعم بات لي راحت عليا ليسونسيال الحمد لله. وفرحت كي لقيت الطيارة جديدة، باسكو الطيارة تاع تونس كل قدوم يسموهم النقل الريفي. دونك بدلوهم وجابوا طيارات جدد، والحمد لله الذي سخر لنا هذا. في التوقيت المحلي. نرجو منكم ألا تفكوا أحزمة الأمان حتى انتهاء العلامة المضاءة وفتح الأبواب. تبلغ درجة الحرارة خارج الطائرة 9 درجات. نرجوكم الانتباه إلى سقوط الأنف عند فتح الرفوف، والتثبت من عدم ترك امتعاضكم على متن الطائرة. سيدتي نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بهذه الرحلة، ونتمنى ملاقاتكم في رحلة مقبلة إن شاء الله على متن خطوطنا التونسية. شكرا. الحمد لله وصلنا. قالت لك درجة الحرارة تفوق 9 درجات، وهي الحقيقة هنا في وسط هذا بعد تفوق 1 درجة مش 9 درجات. برد قراف. ومع انها الشمس ما زلنا ما خرجناش هذا برا المطار، والبرد كيما هك. جاب ربي ماما عطتني الشال تاعها، قالت لي هكي ديري فيه روحك وخليه شمي فيه الراحة تاعي. هنا راني نستنى في الباجاج، وكالعادة دائما عندي قصص في المطارات انهم حكموني الديوانة وفركتوني تفركيتا مبرحا، على اساس يفركتوا على الدخان ويفركتوا على حوايج ما باليش وش هي. ليسونسيال عندهم بيعة في الطيارة تاع اللي جاية من تونس. الناس اللي جاية من فما كلها تسمى فركتوهم بتفتيشا دقيقا، وعقبنا على الكونترول زادوا داروا لي الطراك برك ليسونسيال. وهنا حبيت نحكي لكم على التجربة تاع فليكس بيس للناس اللي تسافر وكل شيء. تجربة الحق ملاحة ياسر، وكيف كيف البري تاعهم تري تري ريزونابل. نقص خلاص على التران، وخير من التران بياسر. انه التران كل مره نبدل، وهذا يحطني غير قريبه للدار، غير جوست هذا حطني بعيده شوي. وجاتني صاحبتي دتني هذاك كيما شفتوا الفليكس بيس هذاك الكبير اللي يروح ا ديستونس 400 كيلو 500، فيه كوزينه، فيه الفطور، فيه كل شيء، فيه تواليت. وهذا اللي ركبت فيه كومفورتابل ومليح، ما فيش الحوايج هذوما، باسكو ماشي المسافه بعيده ياسر بين بروكسل ولا هاي واحد 200 كيلو من با. كاين يدي بارتو، يدي يعني لأوروبا كلها، والبري تاعو صح مليح. خلاص كاين اللي يحط هنا بحذا داري بعد مش بعيدة. غير هذا قلت لكم حطني في روتردام.
وصلنا بخير الحمد لله. الدار لقيتها مفروزة بيان، أمورها واضحة، فيها راجل يعني ما عندوش بزاف حتى هو ملي روح، جوست عنده واحد 15 يوم، أقل شي 12 يوم هكاكا، مسكين عمل اللي عليه. ولكن تصدم إنه لقى فار، ومن بعد الفار لقى فار، ومن بعد الفار لقى فار وهي متوالية وحكم 12 فار. بسم الله ما شاء الله. الفئران غزونا، جابوا العائلة الكريمة كل ولاد خيوتهم، جدهم وجداهم وجو سكنوا في الدار، لقوها فارغة برسك شهرين وهي فارغة. داروا رايهم. ليسونسيال باش نحكي لكم كارثة وخلاص. وهما إحنا في بالنا كانوا يخرجوا لنا من واحد البلاصة، ومن بعد فينالمون لقيناهم شتو هذا الحيط تاع لومبوست هذيا، كانوا ثقبوا الحيط لأنه الديار هذوما بريفابريكي، ثقبوا الحيط وخرجوا من هذاك الحيط ويخرجوا منه غير شي فئران صغيرين خلاص، ما همش كبار. المهم ديريكتومون النهار اللي بعده طول لو جور دو لوندومان طول بديت الميناج، ريبت الدار كل، نحيت كل شيء، عفت كلش، عفت كي قال لي وشفت يعني. وهذاك النهار بعد شفت واحد مازالوا كاينين، عفت كلش، بديت الميناج وجماعة كانت حالية ليهم القولي تروار، فيهم الشيكولات، فيهم الحلاوي، فيهم لي غاتو، فيهم المقارونات، كلاو كلش، كل شي كلوه، حتى الشوكولا تاع الساشي دوك الفاني، كل شي سفوه كلوه كل شي. والدار كلها بالكراطين تاع اللصقة ليسونسي. المهم عايشين في فيلم رعب كنا مع الفئران، حتى اللي لقينا المخرج تاعهم وقفلناه وصايت نحت المشكلة. لا فيديو جاي نشارك معاكم الميناج ونشارك معاكم كل شيء، وإن شاء الله في الأيام المقبلة أخبار سارة وحوايج جديدة راح نشاركها معاكم. تهلوا في رواحكم، خلوا لي جيم وكومنتير. باي باي.